عندنا النهاردة تمرينة بنج وظهر. طبعا سخنا الأول كويس. هنبتدي أول حاجة بنج، هنلعب بار عالي على السميث. لعبت أول دور تسخين بوزن خفيف مثلا من 15 ل20 عدة، وده كده أول دور أساسي ابتديته. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. خلصنا أول دور، الوزن كان خفيف شوية، احتاجنا نزود شوية. أول دور لعبت ب40، زودت تاني دور ل45. هلعب برضه في رينج العدات من 6 ل10 عدات. أهم حاجة تلعب مدى العدة كامل، مش تلعب نص عدة وكده خلاص تحسبها عدة. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما. ندخل شكل بنج وبعدها شكل ظهر على طول. كده خلصنا أول شكل البنج، هندخل بأول حاجة للظهر. هنلعب سحب أمامي بالقبضة واسعة. لعبنا برضو دور تسخين للظهر لأن احنا هناك سخنا البنج لكن ما سخناش الظهر. وهنبتدي بعدها كده، ده أول دور أساسي. هندخل على تاني دور، هلعب برضو بنفس الوزن، برضو زي البنج في رينج العدات من 6 ل10 عدات. أهم حاجة في تمرين الظهر، اسحب بكوعك مش بإيدك، إيدك بس تكون مجرد حمل الوزن، وبتنزل تعمل سكويز تحت وتطلع فوق تعمل ستريتش. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. كده احنا لعبنا شكل شيست عالي، هندخل بقى شكل مستوي. هنلعب دمبل مستوي برضو، هنلعبه دورين بس بنبدأ بوزن على تقيل على طول. اللي ما يعرفش انا بلعب هاي انتنستي لو فوليوم، يعني بلعب اوزان تقيله ومش بركز في العداد او المجاميع. مثلا ممكن مجموعتين باقصى وزن، ممكن لو الوزن تقيل عادي ممكن اجيب 5 عدات 6 عدات عادي، مش شرط اجيب من 8 ل10 او من 8 ل12. منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن تكن. هندخل على تاني دور، هطلع من 40 ل50 على طول. ودي صراحة كانت غلطة، يعني الوزن كان تقيل شوية فالأداء ما كانش أحسن حاجة، بس عادي يعني احنا كسرنا وزن وخلاص. الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن في. هندخل على تاني تمرين للظهر اللي هو الماشين روب القبضة الواسعة عشان نستهدف الأبر باك. أهم حاجة في التمرين ده إنك تسحب بكوعك وتحاول تقفل وهي الكتف على بعض على قد ما تقدر. صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000. هندخل على تاني دور، زودنا الوزن شوية. أهم حاجة وهفضل أقول في كل تمرين للظهر، تخلي قبضة إيدك دي بس مجرد حامل الوزن. ولو بتحس إن الريست والساعد عندك بيوصل فيلير قبل عضلات الظهر ممكن تلبس استراب عادي. ما كان لنبي. هندخل على تالت تمرين لعضلات الشيست واخر تمرين للشيست. هنلعبه على الكيبل العالي، ممكن تلعبه انت واقف عادي بس انا بلعبه على الدكة عشان بيديني ثبات اكتر واعرف اعزل العضلة اكتر. حاول تركز في وضع الاستطالة بالذات في التمرين ده، ومش شرط تشيل فيه اوزان تقيلة، يعني هو الكتف بيشتغل مساعد شوية بس ده بيساعد انك تملى الفراغ اللي بيكون عند معظم الناس بين الشيست والكتف. هندخل بقى على اخر دور وكده يبقى خلصنا تمرين الشيست. فاضل لنا تمرينه واحدة للظهر، كده لعبنا شكل شيست فلات وشكلين عالي، واحد بريس وواحد فلاي. أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم. ندخل على اخر تمرين لعضلات الظهر، هنلعبه بالاوفر على الكيبل، ده بيستهدف اللات من تحت اكتر شويه وعضلات التريس مجر. بشوف بعض الناس وهي بتلعب التمرين ده بتفضل تتني وتفرد كوع طول التمرين، وده بيشتغل معاك الطريق كتير قوي، او بتفرد كوعك على الاخر وده برضو بيحط حمل على الطريق. أيها النبي قل لمن. ندخل على اخر دور وبكده نكون خلصنا تمرين الظهر النهارده. لعبنا اول حاجه اللات بول داون، ده للابر لات، وبعدها دخلنا الماشين رواسة ده للأبر باك، ودخلنا هنا البول اوفر، ده بيستهدف عضلات اللات من تحت وعضلات التريس ميجر. وبكده نبقى خلصنا تمرين النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتدعمنا بلايك، واستنى الفيديوهات الجايه.